السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. هنا طبعا يعني حفلة كل يوم، يعني تغدوا ايه وتاكلوا ايه وكده يعني. فدخلت على المطبخ هعمل لهم عدس زي ما انتم شايفين كده. انا العدس بحط له طماطم واسمه ده وتوم. بعد ما بيستوي يعني بعمل له بصلة بحمرها كده نص تحميرة يعني، واحط البصل يعني عليه بس. وبعد كده بضربه في الكبة وخلاص يعني يبقى خلص العدس يعني. حطيت توم وطماطم، يعني طماطميتين كده يعني بس. وهنا جبت بصلاية كده وسط يعني، وحطيت لها كمون وملح بس، يعني تقطيع عشوائي كده لانها تتضرب مع العدس. العدس العدس. كمون وملح بس، يعني خدت لون كده اهو، وحطيتهم على العدس وبعد كده ضربتهم في الكب وكده خلص العدس. ايه رايكم في السرعه دي؟ هنا طبعا البوتاجاز كان ليه يومين ما غسلش طبعا، وده لبن دوت، فما مسحتوش على طول، فعمل زي ما انتم شايفين كده. العين دي كانت سخنه وكده فما عرفتش اطلعها، غسلت على كده. انا غسلت المواني الاول بعد كده البوتاجاز، فمش عارف دي جاتك ازاي. هيك البوتاجاز كان فظيع. الحته اللي جنب البوتاجاز دي الحيط لازم تعملوها يعني عشان يبقى شكلها مش حلو خالص. انا عندي المطبخ صغير يعني عشان كده هو على كناية يعني على الحيط يعني. خلصنا البوتاجاز وبعد كده ندخل على المواعين. ندخل على المواعين، كان في شوية مواعين كده بس صغيرين يعني، بتوعت الصباح، بتوع الصباح بس يعني.
من كتر يعني من كتر تكرار المواعين كل يوم، فبقت يعني حالة يومية، يعني ايه، بقيت خلاص متعودة يعني على المواعين. حب المواعين عشان تعرفوا ايه، يعني تعيشوا اليوم يعني. من كتر المواعين انا حبيتها الصراحة يعني، فبقى روتين يوم، يعني المواعين دي لازم تتغسل يومين، مرتين 3 على الاقل يعني. فحبوا الحاجة اللي انتوا بتعملوها عشان ايه، تعرفوا تعملوها يعني. بس معايا الاستاذ عمر انا، يعني من ساعة ما بقى يزحف يعني ويحب وكده يعني، وانا كرهت المطبخ باللي فيه، لان كل شويه يعني بيجي المطبخ، فانا ما عايزهوش يجي المطبخ ويمسك في رجليه عايزني اشيله، ما بعرفش اعمل مني حاجه. ادعوا يمشي ان شاء الله عشان احب المطبخ تاني. بقى فظيع، اول ما يصحى كده هو ما بعرفش اعمل مني خالص حاجه. العدس اللي هناك ده، واللي يعمل عدس ما يسهاش عنه، لا كل شويه يبقى يقلب يعني فيها، عشان بيعمل في الحله من تحت، بيلسك في الحله. على كده انا كنت شايله عمر بعمل بغسالة الحوض بيد واحدة يعني، لان جانا المطبخ ومرضيش يطلع وقاعد يبكي ويزن. قلت له تعالى بجيش الا الحوض. هنا دخلنا على الأوضة دي، كانت عايزة تتشال خالص. لسه يعني في الشتاء ان شاء الله يعني. آه بحط السريرين يعني جنب بعض، يعني جنب بعض خالص يعني، بجربهم من بعض، بزنقهم في بعض يعني، عشان كله ينام عليهم. انا كنت نفضت الشباك الاول يعني قبل ما اصور. الكتب دي بتلاقيها مرمية في كل مكان يعني، الحمد لله، ربنا يهديهم ان شاء الله.
نفضي جامد، خبطي. شايفين المناكير اللي في التربو ده؟ لازم لما اجيب له مناكير لازم تخلص في نفس اليوم يعني، في الحيطان، في البيبان، في التربو، عادي يعني. يعني زي ما قلت لكم انا يعني بصور حاجات بسيطة يعني من اليوم، يعني من اللي بيحصل في اليوم يعني عملت الأوضة دي امبارح، عملت الأوضة دي وغسلت المواعين مرتين 3 كده اهو يعني. يعني ما تعرفوش ازاي بتطلع المواعين دي كلها. وعملت العدس وعملت الصالة وعملت الأوضة التانية وكده يعني. وغير العشاء وغير الفطار وكله ده. ربنا يديكوا الصحة ويدينا ان شاء الله. بس كده خلصنا السراير، نلمعها كده بالريال والكروت. بس كده خلصناها، دي اخر حاجة في الفيديو. العباية كانت طويلة عاملة ازاي. كده خلصنا الفيديو معاكم، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.